واش كتفكروا اللعبه ديال انجيلا؟ هذيك القطه البيضة اللي كانت كتهضر معانا وكتجاوبنا. اكيد بزاف منا لعبناها وحنا يا صغار. كانت كتبان اللعبه اللي عاديه بزاف وكدير لنا غير الفرجه، ولكن في واحد الفتره الانترنت كامل تقريبا بدا كيهضر على واحد الحاجه اللي مرعبه في هذه اللعبه. الناس قالوا باللي داخل ديال العينين ديالها كاين شي واحد اللي حقيقي، شي كاميرا كتراقب الاطفال من مورا الشاشه. وكاين اللي قال باللي اللعبه كتسول الاطفال اسئله اللي غريبه على الحياه ديالهم الشخصيه. وكاين اللي حتى اكد باللي شاف الصور ديال الناس منعكسين في عينيها. ولكن واش هادشي كامل بصح ولا غير اشاعات خرجت على السيطره؟ اليوم غادي نهضروا على الجانب المظلم ديال اللعبه ديال انجيلا، وكيفاش قدرت تخوف الملايين ديال الناس في العالم كامل. القصة بدأت تقريبا في 2014. في هذاك الوقت كانت اللعبة My Talking Angela من أشهر الألعاب في الهواتف. لعبة بسيطة بزاف، كتعتني بالقطة، كتلبسها، كتوكلها وكتلعب معاها. ولكن فجأة بداو كينتشروا في فيسبوك ومنتديات الانترنت بعض المنشورات اللي كتقول ما تخليوش ولادكم يلعبوا انجيلا. وطبعا ملي كتشوف جمله بحال هذه اول حاجه كدير هي انك كتبغي تعرف علاش. واي الناس بداو كينشروا صور مقربين فيها العينين ديال انجيلا. قالوا باللي الا زوميتي مزيان غادي تشوفي بحال راجل جالس قدام الكاميرا كيتفرج فيك، اولا واحد الكاميرا اولا كتلقاي واحد عرفتي كنشرحها لكم. واحد فاش كتكون الكاميرا كيكون شعل فيها واحد الضو بحال هكاك. هاد الصور دارت ضجة كبيرة بزاف في العالم، آلاف الآباء والأمهات مسحوا اللعبة مباشرة من الهواتف ديال ولادهم. الرعب بدا كيزيد كتر وكتر. بعض الأطفال قالوا باللي أنجيلا سولاتهم على المدينة ديالهم، واحد آخرين قالوا باللي كانت كتعرف معلومات عليهم بلا ما يقولوها. وكل مرة كانت كتخرج قصة جديدة كتر كتخلعك كتر من اللي قبلها. ولكن هنا خصنا نوقف واحد شويه، حيت ملي بدات الناس كيتعمقوا في القصه لقاو بلي بزاف من هاد الروايات ما عندها حتى دليل حقيقي. الشركه المطوره للعبه خرجت بسرعه ونفت هاد الاتهامات كامله، وقالت بلي كاين شي شخص داخل اللعبه كيراقب المستخدمين. اما الصوره اللي الناس كانوا كيشوفوا في عينين انجيلا في الحقيقه كانت مجرد انعكاس ديال ديكور اللعبه. وصراحه بيني وبينكم ما فهمتش كيفاش شي واحد ما انا صراحه بيني وبينكم ما فهمت. انا فاش كنت صغيره وكنت كنلعبها كانوا كيطلعوا لي هاد النظريات وكنت سميتو كنت كنبقى نحضي عينيها حتى انايا، ولكن ما كان كيبان لي والو. اويلي رجعوا للقصه ديالنا، اسمحوا لي. ولكن الغريب هو ان الاشاعه ما ماتش، بالعكس كل ما زادت السنوات كل ما كانت كترجع من جديد. كل جيل جديد من الاطفال كيسمع نفس القصه. انجيلا فيها شخص كيتفرج فيك، انجيلا كتخطف المعلومات، انجيلا خطيره. حتى ولا الموضوع واحد من اشهر اساطير الانترنت المرتبطه بالالعاب. دابا السؤال الحقيقي هو علاش الناس صدقوا هاد القصه بسهوله؟ والجواب بسيط بزاف، حيت في هذاك الوقت ما كانوش الناس فاهمين بزاف كيفاش خدامه التطبيقات. وزيد عليها ان فكره شخص مجهول كيراقب الاطفال من داخل اللعبه كافيه باش تخوف اي واحد كما بغى يكون. الخوف كينتشر بسرعه اللي كبيره، اسرع من الحقيقه، وكل واحد كيزيد تفصيل صغير، ومن بعد مده الاشاعه كتولي كبر من القصه الاصليه. اذا واش كانت انجيلا فعلا كتراقب الاطفال حسب التحقيقات والتوضيحات الرسميه؟ لا، ما تلقى حتى دليل حقيقي كيأكد على هذه الادعاءات. ولكن رغم من هذا الشيء بقات القصه ديال انجيلا وحده من اشهر واغرب اساطير الانترنت اللي خوفت ملايين الاطفال حول العالم. ودابا قولوا لي في التعليقات، انتي ولا انت واش كنتو من الناس اللي صدقوا اشاعات انجيلا، ولا كنتي كتشوفيها غير لعبه عاديه واش كنتو بعدا مدخلينها وكتلعبوا بها؟ انا شخصيا صراحه كنت كندخل في هاد النظريات وهذا الشيء. كنت كندخل لعبه، كنت كندخل باش نلعبها غير باش نتاكد واش فري داك الشيء. ولكن الصراحه ما كنت كنشوف والو، كنت كنعيا زعما ما كنلقى والو. سو نقدروا نقولوا ان هذه اسطوره كاذبه ولا غير الناس نشروها غير باش يزيدوا، ولا مول الشركة قرر باش يلو واحد الإشاعة باش الناس يدخلوها ويشوفوا واش بصح داكشي ويزيدوا له
دوك الناس اللي كيدخلوا ما عرفتش اخوتي كندير نشرح لكم، ولكن المهم هذه هي النظريه ديالي انايا شخصيا. قولوا لي نتوما شنو بان لكم في هذه القصه، وقولوا لي النظريات ديالكم في الكومونتيرات. ما تنساوش لايك وابوني الا وصلتوا حتى لهنايا، الا وصلتوا بصح حتى لهنايا ما تنساوش ديروا عفاكم هاد الايموجي باش نحسبكم شحال من واحد. باي باي.